يعني اهو الاهلي النهارده كان احسن شويه. بالنسبه للشناوي هو ما اختبرش غير في الكره الوحيده اللي اتشاطت عليه ودخل الجول. عبد الفتاح بصراحه عمل ماتش كويس احسن من اللي كنت متوقعه منه. بالنسبه لعبد المنعم وربيعه برده ما تمش اختبارهم كتير، بس عبد المنعم يا جدعان ايه مدافع عالي قوي. ده كريم فؤاد بتاعنا، انا اعرف ان هو على اليمين بيبقى حلو بس على الشمال كان عامل النهارده جابها شمال طرش الطرش. امام عاشور بقى له ماتشين بعيد عن فورمته، هو مش احسن حاجه بس مش وحش يعني، من اول الماتش لحد ما خرج ما عملش حاجه من حاجات. بالنسبه لاكرم توفيق ومروان عطيه الاثنين اتقالوا مع بعض بصراحه، الاثنين في نص الملعب لا غنى عنهم. الحاجات اللي اتطورت في الاهلي ان انت يبقى عندك نص ملعب دفاعي بيلعب كوره كويس وبيهاجم كويس وعنده رؤيه كويسه وبيعمل كل حاجه انت عايزها. بالنسبه لطاهر محمد طاهر وخلاص الراجل ماشي من الاهلي فانا مش هتكلم عليه. ماليش الناس اللي عماله تقول لي يا عم ده عمل اسيست، والله انا عارف بس هو ما عملش حاجه غيره طول الماتش. ابو علي يا جدعان ده مهاجم تقيل قوي. لقطه الجون الاول بعيد على الاسيست هو اللي استلم اصلا من نص الملعب وبدا الهجم. الكوره بيجي له احساسك ان انت فعلا عندك لعيب فاهم بيعرف يلعب كوره ومهاجم سفاح. الشحات هو ده النينجا اللي احنا نعرفه، ده اجمد وينج شمال في مصر، بيجيب جولين وكان يقدر يجيب 3 و4. المهم زي كل ماتش بنقول اهم حاجه ان احنا خدنا